ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مواليد برج الجوزاء، يلا بينا. جاهزين نبدأ قراءة قوية ومليانة تفاصيل. الفيديو ده هيكون شامل كل حاجة في حياتكم خلال شهر يونيو 2025. مال وشغل وصحة وحب، علاقات بكل أنواعها، وكمان في الآخر هنعمل قراءة بالودع القوي اللي دايما بيكشف أسرار ما بتبانش في التاروت يا برج الجوزاء. خلي بالك ان دي قراءة عامة، فخد اللي ينطبق عليك وسيب الباقي يا برج الجوزاء. بس قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا كده، ما ننساش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعنا، واللي لسه ما عملش اشتراك ينزل بسرعة يعمل اشتراك ويفعل الجرس لكلمة الكل عشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات وكمان اللايفات بتاعتنا. يلا نشوف طاقتك العامة في الشهر ده يا برج الجوزاء، في شهر 6 فيها ايه؟ طيب برج الجوزاء، طاقتك في الشهر ده شايفة ان فيها بداية جديدة قوية جدا. واضح انك اخدت قرارات في الفترة اللي فاتت يا برج الجوزاء، وداخل على شهر جديد بإصرار انك تحقق اللي نفسك فيه يا برج الجوزاء. ممكن تبدأ حاجة من الصفر، مشروع، شغل جديد، او حتى بداية لحياة مختلفة بعيد عن ناس او طاقات كانت بتتعبك يا برج الجوزاء. بس عايزة اقولك، ارحم نفسك شوية، ارحم نفسك شوية. الحمل اللي شايله كبير عليك يا برج الجوزاء، حاول تخففه على نفسك، لان انا شايفة ان البعض منكم هنا شايل حمول كتيرة، مسؤول عن عيلة، مسؤول عن اشخاص، مسؤول عن اطفال، مسؤول عن بيت، فانت شايل حمل كبير عليك يا برج الجوزاء. عايزة اقولك هنا ان انت طلع لك كارت الشمس، طلع لك كارت الشمس، وده جميل جدا، معناه ان هو بيطمنك، بيقول انك هتخرج من الدوامة، ان في طاقة وفرحة ووضوح جايلك يا برج الجوزاء، في طاقة حب وسعادة، في عندك استقرار عائلي يا برج الجوزاء. هيكون في تواصل مع الحبيب، عندك نجاح مهني، عندك أرباح وأموال، عندك تغيير كبير الفترة الجاية يا برج الجوزاء على جميع الجهات، على جميع الأصعدة. في تغيير عندك في حياتك الفترة الجاية، خطوات هتتغير كتير، حتى لو خطوات بطيئة أو بتبان منها حاجات بسيطة، بس هتتغير يا برج الجوزاء. برج الجوزاء، البعض منكم لو بيشوف أرقام متكررة زي 111 أو 3-0، فده معناه إن في بداية جديدة، إن أنت بالفعل عندك بداية جديدة يا برج الجوزاء. ركزوا في الأرقام بتاعتكم اللي انتوا بتشوفوها دي بشكل متكرر. طيب لو البعض منكم بيحلم إن في شمس، أو الحلم بتاعك يعني في شمس او في طيران، فده معناه ان انت بتحرر نفسك من حاجة كانت مأيداك يا برج الجوزاء. طيب هنبتدي هنا نشوف طاقة المال والعمل لبرج الجوزاء في ايه. برج الجوزاء شايفة ان انت الشغل عندك ماشي في اتجاهين، الشغل عندك ماشي في اتجاهين، وده باين جدا في طاقتك. في جوزائيين منكم هنا مركزين قوي في شغلهم، شغالين على تطوير نفسهم، مهاراتهم، وبيفكروا يوسعوا نشاطهم، بيفكروا هنا ان هم يوسعوا نشاطهم اكتر، او حتى يسافروا علشان شغل عشان يكبروا نفسهم. اما البعض التاني هنا فحاسس بتعب، حاسس ان انت تعبان، حاسس ان انت بتمر بأزمة مالية يا برج الجوزاء، او تأخير في الفلوس. خد بالك من مصاريفك، ما تقعش في نفس الغلطات اللي بتقع فيها كل مرة يا برج الجوزاء. عايزة اقولك كمان ان انت تكون حاسم شوية. يمكن عند البعض في قرار متعلق بشغل، او انك لازم تحط حدود بينك وبين ناس بتستفزك في بيئة العمل اللي حواليك يا برج الجوزاء.
طيب بالنسبة للفلوس هنا، بالنسبة للفلوس الأمور المادية، لو هتساعد حد يا برج الجوزاء ساعده من غير ما تضر نفسك. ولو انت محتاج ما تتكسفش تطلب الدعم من حد، ما تتكسفش تطلب الدعم. كمان عايزة اقولك يا برج الجوزاء ان في فلوس راجعالك في نهاية الشهر ده، في فلوس راجعالك في نهاية الشهر، ممكن يكون دين او حق كان ضايع فهيرجعلك تاني يا برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء، عايزة اقولك كمان لو انت بتسمع عن فرص سفر او جالك عرض عمل من مكان بعيد، خد وقتك وفكر كويس. انا شايفة ان في عندك فرص توسع اكتر وان انت هتكبر اكتر، بس فكر قبل ما تاخد قرار. طيب لو رقم 8 بيتكرر قدامك يا برج الجوزاء، فعايزة اقولك ان ده علامة على وفرة جاية، بس محتاجة صبر وتنظيم شوية. حلو. طيب خلصنا طاقة العمل والمال بالنسبة لك يا برج الجوزاء. تعالوا نشوف العاطفة. العاطفة اللي عاملة مشاكل عند الكل وقلبة حياة الكل. هنبتدي بالعزاب، طاقة العزاب معانا زي ما احنا متعودين. بص يا جوزاء، لو انت اعزب فالشهر ده ممكن يكون بداية لقصة حب جديدة. في شخص داخل حياتك ممكن يكون من برج ناري او ترابي، شخص واضح جذاب مختلف عن الناس اللي قبله. الناس اللي دمرتك في حياتك يا برج الجوزاء، العلاقة اللي انفصلت منها وبقى عندك خوف ان انت تخش في علاقة جديدة، العلاقة دي هتبدأ ببطء شوية يا برج الجوزاء، بس فيها امل واستقرار على المدى الطويل. ممكن تكون قابلت الشخص ده اونلاين او في تجمع اجتماعي مع العيلة الاصدقاء الاهل، قاعدين في مناسبة مثلا يا برج الجوزاء، وهتحس ان انتوا بينكم انسجام من اول لحظة. طيب برج الجوزاء، لو البعض منكم حلم مثلا ببحر، فده معناه مشاعر عميقة جاية في الطريق ليك. طيب لو شفت رقم 111 بيتكرر معاك طبعا كتير، او شفت طائر ابيض في الواقع او في الحلم، يعني لو انت شفت طائر ابيض في الحقيقة او في الحلم يا برج الجوزاء، فدي اشارة لبداية حب جديد داخل حياتك، اشارة قوية جدا يا برج الجوزاء. طيب نشوف بقى طاقة المرتبطين. طاقة المرتبطين فيها ايه؟ برج الجوزاء بالنسبة للمرتبطين هنا، فانا شايفة ان العلاقة مستقرة وفيها حب قوي، فيها حب قوي ما بينكم، بس في حد هنا منكم عايز يسيطر اكتر على العلاقة يا برج الجوزاء. يا انت حابب تسيطر على العلاقة والشريك، يا الشريك هنا هو اللي حابب يسيطر عليك وعلى العلاقة. انا شايفة ان العلاقة دي فيها حب قوي، لكن محتاجة مجهود مشترك منك ومن الشريك يا برج الجوزاء. في حوار كده لازم يكون ما بينكم، ممكن يكون في تأجيل في موضوع مهم زي خطوبة او سفر، مأجلين حاجة يا برج الجوزاء او سكن. في حوار كده عايزين تتكلموا فيه مع بعض، في طرف منكم بيحاول يمسك العصاية من النص، وده بيخلق توتر في العلاقة ما بينك وما بينه. لو قدرتم ان انتوا توصلوا لتفاهم، العلاقة دي ليها مستقبل حلو جدا يا برج الجوزاء، مكملة فيها نجاح فيها استقرار. برج الجوزاء نصيحة ليك، لو حسيت ان انت دايما بتتنازل، اقعد وافتح الموضوع بهدوء. الشريك عنده استعداد يسمع، بس محتاج منك توصل الامور بشكل هادي، مش بعصبية، مش بنرفزة، مش بزعيق، مش بصوت عالي، بشكل هادي وبهدوء وبوقت يكون هو رايق فيه يا برج الجوزاء وعنده استعداد ان هو يسمع ده. طيب
خلصنا المرتبطين، نشوف طاقة المنفصلين، ودي اكتر طاقة مليانة تناقضات. ليه بقى؟ لان الطرف التاني يا برج الجوزاء هنا للمنفصلين بقى رجعلك في الطاقة، بيفكر فيك، ندمان على الانفصال بس لسه في حاجات مش واضحة. ندمان على الانفصال بس لسه في حاجات مش واضحة ما بينكم، او بالنسبة له هو بالذات في حاجات امور لسه مش واضحة. ممكن تحصل مواجهة او يحصل تواصل مفاجئ ما بينكم، بس خلي بالك، اسأل نفسك كده، هل انت اتغيرت؟ هل العلاقة ينفع تتكرر بنفس الشكل اللي فات؟ لو رجع هيكون راجع ناضج اكتر، بس انت كمان لازم تكون جاهز لحدود واضحة وأسس تحطها للعلاقة دي عشان تكمل وتنجح يا برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء، عايزة اقولك على علامات مهمة. لو حلمت بالشخص ده او حسيت فجأة انك متضايق من غير سبب، غالبا هو بيفكر فيك فعلا. لو حلمت بالشخص ده او حسيت فجأة ان انت متضايق او افتكرته فجأة، فاعرف ان الشخص ده بيفكر فيك فعلا. طيب لو شفت رقم 6 او 9 بيتكرروا معاك يا برج الجوزاء، لو شفت رقم 6 او رقم 9 بيتكرر معاك كتير، فده معناه ان العلاقة لسه ليها طاقة بتتحرك، لسه في طاقة ما بينك وما بين الشخص ده، في طاقة حب، في طاقة تواصل، في طاقة تفكير، في طاقة قرب ما بينك وما بينه يا برج الجوزاء. طيب شايفة هنا يا برج الجوزاء ان البعض منكم في علاقة ثلاثية، في علاقة ثلاثية او في طرف ثالث يا برج الجوزاء في العلاقة. لو انت في علاقة فيها طرف ثالث فالوضع بقى صعب جدا، الوضع هنا صعب جدا، في كشف لحقيقة او موقف هيخليك تفتح عينك على حاجة كنت مش شايفها يا برج الجوزاء. الشخص التاني يمكن متعلق بيك بس مش بياخد قرار واضح، وده بيسبب لك ألم وبيخليك في طاقة تشتت. انت مش عارف انت عايزني ولا عايز الطرف التالت، انت ما بينك وما بين نفسك دلوقتي يا برج الجوزاء بتقعد تقول طيب هو عايزني انا ولا عايز الطرف التالت، عايز يكمل معايا ولا حابب الطرف التالت؟ طب لو بيحبني مكمل مع الطرف التالت ازاي؟ طب لو ما بيحبنيش عايزني ليه ومكمل معايا ليه وهو في حياته حد تاني؟ ففي طاقة تشتت وحيرة وتفكير قوي يا برج الجوزاء. القرار في ايدك، يا اما تكمل وتستنى الوضوح او تمشي وتحافظ على كرامتك يا برج الجوزاء. العلاقة دي محتاجة شجاعة، يا تواجه الحقيقة وتقرر، يا تفضل في دوامة مشاعرك اللي بتستنزف والطاقة بتاعتك اللي الشريك بيستنزفها منك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء، عايزة اقولك ان انت تخلي بالك، لان الشخص اللي معاك او الشريك اللي معاك ودخل حياته طرف تالت ده، فممكن يتم ما بينه وما بين الطرف التالت خطوبة او حاجة رسمية. ده لو بالفعل كمان ما تمش ده، يعني انتوا بالفعل البعض منكم ممكن يكون عارف ان الشريك او الحبيب ده متجوز او راح خطب. طيب شايفة كمان ان البعض منكم هنا هيكون ليه انتصار على الطرف الثالث، يعني البعض هينتصر على الطرف الثالث ويقدر ان هو يرجع الشريك ليه تاني، بس ده للناس اللي ما حصلش حاجة رسمية ما بينه وما بين الطرف الثالث. تمام يا برج الجوزاء. طيب نشوف الامور الصحية بالنسبة لك يا برج الجوزاء فيها ايه. شايفة هنا يا برج الجوزاء ان انت مرهق، ومش شرط جسديا، ممكن يكون ارهاق نفسي او ذهني. جسمك هنا يا برج الجوزاء محتاج راحة، محتاج تدي وقت لنفسك، نوم كفاية، وتوقف شوية عن التفكير الزيادة. انت الفترة دي تعبان،
عايزة اقولك ان انت رغم ده كله يا برج الجوزاء، فانت قوي ومسيطر على نفسك، قادر تسيطر على نفسك وعلى حالك. بس ساعات بتكتم مشاعرك وده بيأثر عليك جسديا. ممكن تحس بصداع، البعض منكم يا برج الجوزاء بيحس بصداع، توتر في العضلات او مشاكل في المعدة، وده كله بسبب الضغط العصبي اللي انت فيه يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انا شايفة هنا ان انت لازم تبدأ تهدي دماغك كده قبل النوم، تعمل تأمل، تسمع موسيقى هادية، تعمل حاجة انت بتحبها تروق بيها على حالك كده، تهدي اعصابك وتسيب اي حاجة انت بتفكر فيها، تشيل اي طاقة سلبية، تشيل اي تفكير بيأذيك يا برج الجوزاء. هدوء كده، راحة، ساعة قبل ما تنام كده في هدوء، استرخاء. محتاج ان انت تهتم بجسمك واكلك وشربك، لان انت مهمل جدا في نفسك واكلك وشربك يا برج الجوزاء. لو في تحاليل متأخرة اعملها، ما تتأخرش اكتر من كده. البعض ممكن يكون عنده وجع، بس الوجع ده انت تجاهلته واللي هو انا شوية وهبقى كويس. لا، انا هاخد الدواء ده وهو اكيد هيخففني، هبقى كويس. الوقت ده مناسب جدا يا برج الجوزاء ان انت تبدأ فيه علاج، او ان انت تاخد تروح تكشف وتشوف امورك فيها ايه. انتبه جدا للجهاز العصبي والمعدة بالنسبة لك يا برج الجوزاء. اشرب مية كتير، قلل من شرب المنبهات اللي انت بتشربها، الكافيين يا برج الجوزاء. لو بتفكر تدخل روتين صحي فده الوقت المناسب تبدأ من جديد وتدخل روتين صحي مفيد ليك ولجسمك يا برج الجوزاء. يلا خليكم مستعدين، هنخش في آخر وأقوى فقرة، وهي قراءة الودع الروحانية. يلا بينا يا برج الجوزاء، يلا بينا يا برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء، يا برج الجوزاء، على الناس اللي مركزة معاك، في عين قوية يا برج الجوزاء كانت مقصرة فيك. بص، هي عين كده عامله لك كده في حياتك، داخله في حياتك بالشكل ده. في عين قويه كانت مقصره عليك الفتره اللي فاتت يا برج الجوزاء، خصوصا في الشغل وفي حياتك العاطفيه كمان يا برج الجوزاء. في شخص بيبصلك بحقد من بعيد، ممكن يكون قريب منك او بيدعي المحبة وان هو بيحبك وان انا شخصه يعني مش هتلاقي زيه، وبيقول قدامك كلام حلو جدا، من وراك حاجة تانية، قلبه مليان غيرة وحقد يا برج الجوزاء. فخلي بالك واحذر، لان الشخص ده انا شايفاه ان هو ممكن يكون شخص قريب منك جدا، يعني شخص بتشوفه، بتقعد معاه، بيشوفك، عارف اخبارك، او كان عارفك قبل كده وعارف عن حاجات كتيرة تخص حياتك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء شايفة كمان هنا ان في سفر عند البعض منكم، في سفر او انتقال، ممكن يكون في سفر حقيقي او ممكن يكون تغيير في مكان شغل او سكن. يعني انت في نقلة عندك، في عندك نقلة وتغيير، يا سفر يا برج الجوزاء او تغيير في مكان الشغل او السكن. ممكن تكون البعض هيشتري بيت جديد، هينقل من البيت اللي هو فيه البيت جديد حاليا يا برج الجوزاء. شايفة كمان يا برج الجوزاء هنا ان في رسالة انك هتسيب حاجة كانت مؤثرة عليك، حاجة كانت مؤثرة عليك بالسلب، حاجة مؤثرة عليك بشكل سلبي، وهتبدأ فصل جديد في حياتك او بداية جديدة في حياتك يا برج الجوزاء. شايفة كمان هنا يا برج الجوزاء ان في خبر حلو جايلك، في خبر حلو من شخص بعيد، ممكن حبيب سابق او صديق قديم، وفي لفة او رجوع لمكان بتحبه، هترجع لمكان بتحبه،
مكان بتحب تقعد فيه، مكان بتحب تعيش فيه يا برج الجوزاء. برج الجوزاء عايزة اقولك كمان الودع بيقولك هنا في رزق رايح ليك، في رزق رايح ليك يا برج الجوزاء. بس في حد هنا بيحاول يعرقلك الامور شوية. حاول ان انت تتجنب اي حوارات جانبية او ناس بتحاول تشككك في نفسك. لا، ما تديش حد الفرصة ان هو يشككك في نفسك يا برج الجوزاء. شايفة كمان هنا يا برج الجوزاء ان في طاقة زواج او خطوبة، في طاقة زواج او خطوبة او احتفال عندك بشكل قوي، واضحة جدا يا برج الجوزاء. بس بعد ما تطلع من علاقة كانت مرهقة، علاقة كانت تعباك يا برج الجوزاء، او بعد ما تاخد خطوة جريئة اتجاه شخص واضح النية. يعني تاخد خطوة لشخص شايف ان هو مهتم بيك، معجب بيك، بيكرش عليك يا برج الجوزاء بمعنى اصح. اخر حاجة يا برج الجوزاء عايزة اقولك ان الودع هنا بيحذرك من لسانك. ممكن تتكلم بكلمة تبوظ حاجة حلوة، يعني زي ما بنقول داري على شمعتك تقيد، او ممكن ان انت تعبر عن نفسك بطريقة غلط. فاحذر من لسانك يا برج الجوزاء شوية. رسالة الودع ليك هنا بتقولك انفض طاقتك القديمة كده وخليك على نيتك، بس حط حدود. الخير جاي بس محتاج منك حسن استقبال يا برج الجوزاء. زي ما شفنا هنا يا برج الجوزاء في قراءة الودع، طاقتك يا جوزاء ماشية في اتجاهات كتيرة، فيها تحذير، فيها بشرة، فيها رسالة قوية انك لازم تبدأ من جديد، وانك لازم تحمي طاقتك. خلي بالك من تصرفاتك، من كلامك، احتوي نفسك قبل اي حد يا برج الجوزاء. افتكر دايما ان كل اللي بيحصل ليك بيجهزك لحاجة اكبر، ودايما النية الصافية يا برج الجوزاء بتجذب ليك الخير. طاقتك قوية جدا وسككك مفتوحة، بس خلي عينك على الهدف وخطواتك تكون محسوبة على اللي انت عايزه ومركز فيه يا برج الجوزاء. خلي قلبك مرتاح وخلي يقينك ثابت، وكل حاجة جاية في ميعادها الصح. كل حاجة جاية لك في ميعادها الصح يا برج الجوزاء. ودي كانت نهاية القراءة بتاعتنا. أتمنى يكون الطاقة بتاعتك عجبتك وانطبقت معاك يا برج الجوزاء. أتمنى لقلبك الخير والسعادة. أشوفكم الفيديو الجاي على خير يا حلوين. منساش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعنا. سلام.